ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ عايز طنط. عايز تنطف ايه؟ عايز خش. يا طنط كلمي كل ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ بالراحه في ايه؟ ده عيل صغير. احسن الجيران دي. كلمي. ايه يا حبيبي عاوز ايه؟ ماما بتقولك عندك بصلايه؟ حاضر يا حبيبي استنى اجيب. خد يا حبيبي. خد يا حبيبي ايه؟ ايه اللي خد يا حبيبي؟ ايه يا عم؟ بصل؟ اديهم دول يا منيا وقول لها معلش عشان هي ما عندهاش كتير. لا يا حبيبي قول لي ماما البصل ما بتشحتش. يلا يا حبيبي يلا يا ماما بس ثواني. بصل ايه ياما اللي بتشحتيه؟ في ايه؟ انت عارفه كيلو البصل بكام؟ ايه اللي انت عملته ده؟ وايه اللي عارفه كيلو البصل بكام؟ البصل ب 45 ونص. احنا متعودين بناخد من بعد ما نبقى محتاجين. ده كان زمان ايام ما كانت 3 ب10. طب وايه المشكله؟ انت هتسيب الواد على الباب؟ شحاتي باسكت يا شحاتي بصل براحتك ايام ال 3 ب10. انما انا مش عارفه اقول لك ايه الاحراج اللي انت بتعمله لي ده. احراج؟ البصل ما يتشحتش تاني. انت احرجتني اصلا وزمانها سامعاك دلوقتي فوق. ما تسمع. ايه اللي ما تسمع؟ انسى ايام الخزين ده. دي بصلايه، ايه المشكله؟ بصلايه يا مفتريه طالبه بصلايه مديها كل ده، مديها نص كيلو بصل بقى ب 40 جنيه. طب ايه المشكله؟ انسى ايام زمان. المشكله بعد كده هعمل ميزانيه للجيران زي السلطه كده. جينا نعمل السلطه ناقص الفلفل حضرتك مش هحتها للجيران برضه. نعمل ميزانيه طلبات الجيران. خلاص يا عم خلاص يا عم خلاص. هو كيلو كل شهر البصل. كيلو بصل كل شهر؟ هو كيلو تستخدميه تقسميه عشان لا تشحتي ولا احنا عايزين حاجه من حد. ده انا بعد كده اي حد هروح ازوره اجيب له بصل مكان الفاكهه. لا والله ما هو البصل بقى اغلى من الفاكهه. انت ما تعرفيش يعني لما اجيب 2 كيلو بصل احسن ما اجيب 3 طب خلاص بقى عشان صوتك عالي بقى خلاص. صوتي عالي؟ خلاص بقى. هات خدي شيليه اعمل لنا حواوشي بيه بكره.